حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طالعه لكم النهارده في فيديو خفيف كده. يعني انا عملت كيكه اهو، هنقطعها بقى وايه، وهنعملها زي جاتوه بس اقتصادي. ازاي بقى؟ انا مسيحه شويه شوكولاته اهو، ودول حبه جوز. ماشي، احنا بقى لا هنحشيها ولا هنعمل حاجه، هنقطعها مربعات وهنشوف هنسوقها ازاي. خليكم معايا. شوفوا بقى حبايبي، اهي انا قطعتها مربعات اهي. هنروح ايه بلينها كده في الايه، بصوا في الاركان كده اهو. شوفوا المنظر كده كده. في معانا ايه جوز اهو، هنحطها فيها كده بس كده، ونسيبها ايه على جنب. طبعا احنا عكينا ايدينا بس مش مشكله، هنعمل كمان ايه كذا واحده مع بعض. شوفوا بقى، ممكن برضو نعملها بالمعلقه لو احنا ايه مش عايزين نعكي ايدينا يعني كده. بصوا بقى، انا عايزاكم ايه، عايزاكم كده في موضوع إيه يا جماعه. ليه اللي يقول كلمه ما يقولش الكلمه اللي كويسه؟ ليه دايما نقول الكلمه الوحشه في حق غيرنا؟ يعني انا بقالي يومين مش عايزه اصور حاجه إيه، بسبب كل واحد بكلمه. يعني إيه، دخل لي واحد إيه عادي يعني اللي محتواكي حلو ومفيش فيه حاجه، بس حتة بقى ان انت ايه بتتكلمي دايما ذاكرة سيرة مامتك. طب وانت ايه اللي تعبك؟ هو ايه اللي في انا شيف وعارف انا بقولك ايه، انا مش عارفة ايه. طب انا زعلتك في ايه؟ دي الكلمة الطيبة صدقة. يعني انت جاي تعترض اكملنا عادة كل مرة ان انا لما باجي اذكر حاجة بذكر اسم مامتي فاق يعني. انا مش فاهمة يا جماعة هو في ايه؟ انا بشوف برضو الناس اللي هما البروجرات يعني الكبيره ربنا يصلح حالهم، الناس بتقعد تعلق عليهم كومنتات، في كومنتات سلبيه غير طبيعيه. يعني انت يا ترى ربنا قالك ولتقل خيرا او لا تصمت؟ انت عارف ان الكلمه دي صعبه؟ يعني ان انت تبيت حد نايم طول الليل زعلان، دي كبيره عند ربنا. انا مش شايفه ان انا بعمل حاجه غلط او بقول حاجه غلط، الحمد لله انا واثقه من نفسي. واللي شايفني وشايف ان انا فيها حاجه فيها معترض عليها يقول. يعني برضو منزله فيديو، انا هنزل الفيديو ده على اليوتيوب وعلى كله. منزله فيديو على اليوتيوب، واحده لسه كاتبالي بتقول الفيديو وحش جدا جدا. طيب انت داخلالي مخصوص عشان تقولي كده؟ ما شفتوش خلاص ما تشوفوش، مش مهم. انما مش لازم تجرحي اللي قدامك. مرة واحدة صاحبتي وانا يعني وانا في المدرسة كانت جايبة حاجة شارياها يعني وكانتش مقتنعة بيها. فبعدين قعدت تقولي والنبي لا تقولي، اصل انا حاسة ان هي وحشة عايزة ارجعها، حاسة ان هي وحشة عايزة ارجعها. قلت لها صدقيني تحفة عليكي وقمر. هي كانت حلوة، ما كانتش يعني ايه حلوة الاوفر، بس كانت حلوة ماهاش وحشة ولايقة عليها. قلت والله حلوة عليكي قوي. انتوا عارفين بعدها بقت تقول لي ايه؟ تقول لي ايه ده انا من كتر ما انا حببتني في التيشيرت ده ان انا كل شويه عايزه البسه. شوفي كانت هترجعه. يعني ان انتي حببوني في الحاجه، ان انا مش هقعد بالتلات ايام او الحاجه اللي انا قاعده انزله ده فيديوهات قديمه. مش عايزه انزل حاجه بسبب ان انتوا تقولوا كلمه وحشه. ليه يعني؟ دي الكلمه الطيبه صدقه. امبارح برضو قارية قصة كده، بيقول لك ايه رحت اخطب واحدة وانا على قدي، واخدت اخواتي ومامتي وكده. فعيلة يعني باختصار، فعيلة العروسة واخواتها وكده قعدوا يتريقوا عليا وعلى مامتي والكلام من ده، فخدنا بعضنا ومشينا. انا سمعت صوت مامتي قاعدة في الأوضة وقاعدة زعلانة ومتضايقة والكلام ده كله. فبقول لها فانا مش عارفة اعمل لها ايه.
تخيلوا ان ايه اللي حصل للست بسبب الزعلة ان مامته صبحت متوفية. انت فاكرة انت بكلمة انت جرحتي اللي قدامك ده؟ انت ربنا يعني انت ذنبك ايه عند ربنا ان لو اللي قدامك ده عيا ولا مات ولا مرض بسبب كلمة انت قلتها له؟ انت مفكراها هينة؟ يعني انا عايزه اتكلم بس معاكم في الحاجات دي، ازاي الناس بتجيلها شعور ان هي تجرح اللي قدامها؟ ازاي يا جماعه؟ يعني قولوا الخير، ده هو ربنا حسنا ان احنا اخوات مسلمين عشان كلنا نساعد بعض. يعني لما تيجي مثلا تروح لواحد مسلم يعني وتقول له معلش ساعدني في الكلام ده وكده، وبعد ما تخلص معاه المساعده قول له شكرا كتر خيرك، يقول لك ايه ده؟ الناس بقى اللي هي واثقه من نفسها والناس اللي هي قريبه من ربنا وتقول لك، يقول لك ليه ما تقولش كده؟ ده هو ربنا جعلنا لبعض اسباب، صح؟ مش ساعات بتسمعوا الكلام ده؟ فليه ما نبقاش لبعض اسباب؟ ليه مثلا انا اقول لك كلمه حلوه تشجعك على عملك؟ ليه ادعمك، اقف معاك، ادافع عنك؟ ليه ما نبقاش كده؟ نبقى اخوة عشان ربنا يكرمنا ويبعد عننا اي وحش. ايه رأيكم؟ ف يعني الكلمة الطيبة صدقة، ده يعني من وجهة نظري. انا قلت بس اطلع اعمل معاكم ده واتكلم معاكم في اللي انا بقوله لكم ده، ومعلش يعني. بس انا انتوا عارفين بحب اتكلم معاكم بسبب ان انا اقعد احكي او اقول حاجه او اجيب سيره مامتي، فدي عشان مامتي قريبه مني، ومهوش عيب ان حد يذكر امه. ربنا يجمعني بيها في الجنه يا رب، اللهم امين، وجميع امواتنا. صح ولا انا غلطانه؟ قولوا لي بقى انتوا ايه رايكم. اهو هناخد بقى ايه. انا عملت الكيكه عباره عن ايه؟ بيضتين اتنين، نص كوباية لبن، حبة فانيليا، 3/4 كوباية سكر، وكل ده في الخلاط. اهي كيكة عادية. هنروح ايه ونروح بقى حاطين الدقيق والبيكنج باودر وندخلها الفرن. انا قلت بلاش اطول عليكم الفيديو واطلع ازوقها معاكم بالطريقة الاقتصادية دي الجديدة. هي طريقة جديدة والله، لسه اول مرة اعملها على فكرة، صح؟ ولادي واقفين اهو، انا اول مرة اعملها. بس هو زي ايه، كأنها ايه جاتوه كده. هي لسه هتدخل في الفرن ولا لا ايه؟ لا كده خلصت. هنخلص بقى كله واوريها لكم. شوفوا حبايبي، انا طبعا في باقي بس انا عشان بس التقديم والتصوير وكده اهوت. ديت بقى هدخلها التلاجة. ده جاتوه اقتصادي، هتعملي الكيكه وتزوقها بالطريقه دي. ايه رايكم؟ شكلها تحفه. تعالوا بقى بصوا اقولكوا على طريقه للايس كريم تحفه. هنا هاتي باكو جيلي حطيه في الفريزر، انا مطلعاه اهو في الفريزر ماشي. وعملت ايه؟ جبت كريم شانتيه اهوت، قطعت فيه عنب، اي فاكهه عندك، عنب، مانجا، اي حاجه. انا الطريقه دي عملتها قبل كده بس انا عشان عاملاها النهارده قلت اشارككم ايه معايا دلوقتي. فالكريم شانتيه اهوت والجيلي هنحطهم ايه على بعض. شوفوا بقى حبايبي، عملتها اهو قلبتها. دي بقى تتحط في الفريزر تجمد يعني بالليل، وايه ونحطها بقى في كوبايات زي الايس كريم كده. نيجي بقى ناكل دي ودي، هاكلها طبعا معاكم وايه اوريها لكم بقى في الاخر هتبقى ازاي. شوفوا بقى حبايبي بقى الجاتوه. بصوا بقى حاجه كده ايه خفيفه كده لذيذه كده سريعه بقى مقولكوش. اما الشوكولاته جمدت يا لهوي، بقت حلوه قوي مع الجوز. عارفين الجاتوهية اللي بتتباع بتبقى عليها جوز دي بتبقى مربعة؟ والله نفس الطعم، ولا محشي ولا اي حاجه. هقولك حاجه، انت لو مش عايزه تجيبي شوكولاته ممكن تعمليها مهلبيه شوكولاته، حطي فيها كاكاو هتديكي نفس الطعم. شوفوا بقى الايس كريم يا لهوي. عملت بقى الاتنين في 10 دقايق وربنا. كيكه عملتها بالشوكولاته وكوز وايس كريم. شوفوا قاعده بقى لذيذه وباقل التكاليف. إيه رايكم؟
جربوا بقى الحاجات دي وقولوا لي ايه رايكم، وما تنسونيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم. بشوفكم على خير. باي باي.